ترامب هيموت بمرض خطير هيخليه يفقد السمع، وشوية والصين هتبقى مسيطرة عسكريا واقتصاديا، أما أوروبا فهتتحول لخلافة إسلامية. العرافة فانجيليا قالت إن العالم كله هيبقى في إيد بوتين، وإن روسيا هي اللي هتبقى مسيطرة، وشوية وهيتحد العمالقة الثلاثة روسيا والصين والهند. الناس ما بقتش عارفة هو اللي بتقوله ده حقيقي ولا دي تنبؤات، ولا هي فعلا مكشوف عنها الحجاب وبتتوقع المستقبل. ومن هنا ابتدوا يدوروا وراها، ولقوا تصريحات ولقاءات ليها قبل ما تموت بتتوقع فيهم حاجات كتير هتحصل، واللي معظمها موجودة في كتاب دليل وايزر للخوارق، واللي ادعت فيه الكاتبة إنها جمعت فيه كل توقعات العرافة. وفي تصريح من تصريحاتها حذرت من ظهور جيش متطرف هينشر الخراب في العالم بعد راية الإسلام، وبعد سنين كتير بدأ الكل يربط كلامها بظهور داعش في أحداث الربيع العربي. ده غير إنها قالت إن الرئيس رقم 44 للولايات المتحدة هيكون من أصول أفريقية، وده اللي حصل بالفعل لما مسك الرئيس أوباما الحكم، وكان أول رئيس من أصول أفريقية يوصل للبيت الأبيض. ولما جم يشوفوا توقعاتها للسنين اللي جاية ممكن تكون عاملة إزاي، بتتوقع نهاية ترامب بمرض خطير يخليه يفقد السمع، لدرجة إن ترامب نفسه بقى بيخاف لما بيتعب وبيفتكر كلامها. وهيعيش الناس في مجاعة كبيرة هتحصل فجأة ما بين الناس، وشوية وهيتم بناء مدينة كاملة تحت المية. ده غير توقعاتها إن كوكب الأرض أصلا مش هيكون مناسب للحياة البشرية، وده نتيجة الكوارث اللي هتحصل فيه. ولحد هنا الكل كان بيسأل هي إزاي عرفت كل الحاجات دي؟ هل هي فعلا عندها قوة خارقة، ولا دي معلومات متسربة من قوة عظمى خفية ممكن تكون السبب في اللي حصل؟ وهنا كان لازم نرجع لسنين كتير ورا وندور في حياة فانجيليا ونعرف أصلها وفصلها بالظبط. اتولدت فانجيليا في 1911 في مدينة بلغارية كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية في الوقت ده، وبعد الحرب العالمية الأولى اتوفت والدتها، وبعد شوية اعتقلوا والدها بسبب نشاطه السياسي وحجزوا على كل أمواله. وفضلت عايشة فانجيليا وحيدة وفقيرة لحد ما حصل إعصار قوي في المدينة كلها، واللي بسببه فقدت بصرها تدريجيا ودخلت مدرسة المكفوفين. وكل ما كانت بتتعب كانت بتعمل وصفات بتشربها وبترجع أحسن من الأول. وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت فانجيليا تدعي إنها تقدر تشفي المريض، ده غير ادعائها إنها تعرف كل حاجة حصلت وهتحصل. فبدأ الكل يدور عليها ويوصل لها عشان تقدر تطمنهم على أولادهم وقرايبهم اللي كانوا في الحرب. وفي فترة قصيرة اتحولت فانجيليا للعرافة العمياء المشهورة، واللي زادت شهرتها بعد ما كان كل يوم بيجيلها كبار السياسيين والعسكريين، وده طبعا علشان يعرفوا توقعاتها بأحداث المستقبل. وفضلت العرافة عايشة بتتنبأ بالأحداث لحد ما توفت سنة 96، وساعتها خرج آلاف من الناس علشان يودعوها، وفي منهم اللي اعتبروها قديسة وبنوا ليها كنيسة مخصوص، وحولوا بيتها لمتحف بيستقبل آلاف من الزوار كل سنة. ولحد دلوقتي صفحتها على ويكيبيديا الإنجليزية زارها أكتر من 5 مليون قارئ، واحتلت المرتبة الرابعة بين أشهر علماء السحر. ورغم أنه عدى على وفاتها أكتر من 25 سنة، لكن توقعاتها لسه عايشة معانا. ومفيش شك ان المستقبل والغيب محدش يعلم بيهم غير ربنا، لكن البعض لما بيربطوا كلامها بالاحداث اللي بتحصل حوالينا ممكن يكون من باب الفضول مش اكتر. وبغض النظر عن اللي اتقال او اللي اتكتب عنها، هتفضل توقعات العرافة العمياء لغز كبير اتدفن معاها، وفي النهاية ما نقدرش نقول غير جملة واحدة بس: كذب المنجمون ولو صدقوا.